يعني لو أن الوطنية رجل لقتلتكم، دي الوطنية. أما الأخ باسم سوستة امبارح لقيت طبعا الناس ما كنتش فايق له بالليل من الفيديو اللي عمله. طبعا باسم سوستة عشان بس تبقوا فاهمين كوموفلاج عماد أديب وخير رمضان ولميس الحديدي ومحمد الأمين، ده كوموفلاج متسيستم. يعني ايه متسيستم؟ يعني أنا في أفكار دايما عند بعض الخبثاء في العمل الإعلامي إن يقول لك كان ممكن في البداية أعمل حاجة زي اللي اتعملت دي. والترتيب جه إزاي؟ ابدأ بالاتفاق وخلي بالك رد عليا يا عماد أديب وبهدلني مثلا وأنا هبهدلك، وخير رمضان ويا لميس ردوا كمان وانفعلوا وقولوا هنرفع سب وقص عادي، مفيش مشكلة. بس في مقابل إيه؟ إن أنا أنتقل لمرحلة تانية أهاجم رئيس مصر وبعنف. فالحلقة ما تتعرضش على الإيه؟ على الCBC. نقوم فجأة نقول إيه؟ باسم يوسف يقرر ينزلها على عمه. هو أنت ممكن تكون متعاقد مع قناة صرف عليك كل المال ده ومن حقك تاخد الحلقة تنزلها على اليوتيوب من غير ما تستأذن القناة؟ يعني حضرتك بيدفعوا لك الكاشات اللي بتاخدها دي، انت عارف الكاشات دي قد ايه، وعاملين لك الاستوديو قد ايه، ومأجرين لك شويه عيال من وسط البلد عشان يقعدوا هق 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 ومق مق مق، انت وغبي منه فيه. فاكر ان احنا فاهمين ان انت كنت متخانق مع القناه فعلا؟ ثم يجي للضربه الثالثه اللي هي ضربه مين؟ ضربه المشايخ. طب يا عم سوستة الحقيقه انا اتفرجت على الحلقه، او مش بالاحرى ما اتفرجتش، يعني اتقال لي الكلام اللي حصل فيها. هسألك سؤال يا سوستة، لو انت دمك خفيف فعلا ولك في السخريه ولك في التريقه بموضوعيه، انا معايا تليفونك هبعت لك لينكس وروابط بتاعت بيشوي والبابا شنوده ونصر متياس وفلوباتير، ولو انت راجل اعمل حلقه عن القساوسه واتريق عليهم. ايه رايك؟ وخد بالك انت طبعا هتقول انا بسخر من المشايخ لانهم دخلوا في عمل سياسي وعملوا حاجات، فمن حقي كده اعمل ساركازم وحاجه فن. موافق. انا شيوخي وصوني ما ردش عليك رد شديد، لكن انا بقول لك هو والله العظيم بهدوء اهو، بهدوء بتاع عمرو اديب، بتاع عماد اديب. يا عم سوستة خلاص، انا حتى والله شكوكو يعني اجدع منك، مش داعي اشبهك بيه. يا عم سوستة هبعت لك فيديوهات لبعض القساوسه بيسبوا دين الجيش وبيقولوا عليه جيش كافر. ايه رايك؟ وهجيب لك بعض القساوسه بيبهدلوا القرآن ومرمطين في المسلمين وفي الرئيس على اليوتيوب. هل انت طبعا بمناسبة انت كنت واقف، هي الصورة موجودة يا جماعة مش كده؟ طيب يا ريت تحطوها لنا على الهواء عشان بس افكركم بهذا الرجل الهمام عم باسم سوستة. فيا عم سوستة دلوقتي انا بسأل سؤال بقى، حضرتك دول قالوا الكلام ده كله، يا ترى الحلقة الجاية او اللي بعدها او اللي بعدها عشان تسعدني وبعد كده هتفرج عليك وهضحك، طبعا سوستة واقف مع مين؟ ده مع مريض صادق كبير أقباط المهجر وصاحب الفتنة اللي بتحصل بين المسلمين والمسيحيين في مصر، هو والجماعة اللي هم كانوا جايين من أقباط المهجر كلهم، واللي منهم واحد بيطلع على الفضائيات باسم مش اسمه وملة مش ملته، يعني هو الناس فاكرينه أرثوذكسي وهو مش أرثوذكسي. فشاهد في الكلام بقى يا عم سوستة خلاص، هل يا باسم سوستة تستطيع بجد مش بهزر، انت لبست حاجات كده وقفت وعملت حاجات يعني مسخرة، خليني اكلمك بصراحة، انما انا انتظر منك بقى يا عم سوستة تقوم مطلع بقى قساوسة وبعض المسيحيين زي نجيب ساويرس ومايكل منير والكلام ده، وتفطس على روحك من الضحك وتريل وتنزل تطلع لنا كتكوت وبيضة، الحاجات اللي هي المونولوجيست اللي انت بتعمله في الساعة بتاعتك. وانا هبقى في منتهى السعادة هقول لا لا يا جماعة ما تزعلوش منه بقى لما يتريق على المشايخ، انت راجل موضوعي. هو فكرة البرنامج الأمريكي اللي هو عاملاها كوبي بيست وبينقلها لمصر في محاولة منه لفكرة إيه؟ زمان كان القساوسة في القرون الوسطى لهم تقدير وإجلال واحترام. فالدولة الدينية بتاعت أوروبا لما بدأت تقلب عليها أوروبا عملت على إيه؟ عملت على إسقاط رموز الكنيسة. فباسم يوسف أو باسم سوستة بمثل هذه الفيديوهات هو ما بيهدفش ان اتباع محمد حسان مش هيحبوا محمد حسان، مع طبعا كل احترامي لشيخنا يعني، او اتباع دكتور عبد الله بدر هيسيبوه او الى اخره. لا 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 لا، هو بيهدف انه جيل الشباب اللي جاي المراهقين والصغيرين لما يبتدوا اللي هم خلاص بقت كل حياتهم بلاك بيري وفيسبوك وتويتر، يعني ارتباطه بدينه مش قوي، ان هو يهين هذه الرموز، فعشان كده قدام ما يتأثرش بيهم.
والولد ممكن يسب الدين لشيخ او يلعن شيخ، فما عندوش مشكله خلاص، لان لا مقدس في مصر الان، فهو بيساهم في هذه الفكره باسم سوسته بكل قوه. خلاص انا موافق، دي فكره انت هتتحاسب عليها قدام ربنا الله اللي يعلمها، انما انصافا وعدلا خليك راجل يا عم سوسته واطلع اعمل كده، جيب قساوسه واتريق عليهم، وجيب البرادعي سيدك واتريق عليه خلاص، وجيب حمدين صباحي واحد خمنه واتريق عليه، يعني كله، يعني اشمعنى الرئيس بالذات واشمعنى الشيوخ بالذات؟ كل دول ما لهمش بالنسبه لك سقطات سياسيه ومراهقات اعلاميه؟ لا اكيد فيه. ولو عايز خد تليفوني من المصادر اللي انت تعرفها، او انا عندي تليفونك واقدر ابعت لك اللينكات، واسترجل واشرب بريل واطلع كده في الاستوديو بتاعك يا عم سوسته وقول الكلام ده. ده خطابي لعم باسم سوسته. طبعا ان تكفروا، بكلم الدكتور يحيى الجمل ومنى الشاذلي، ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لان الايه اللي انتوا عمالين تطنطنوا بيها على دماغ الناس، افسدتم عقائد الشباب والاولاد، فهمتوهم انه اي حد يعتنق اي حاجه هو حر. ايوه قولوا له بس مصيرك هتروح في 60 داهيه. هتروح فين؟ في 60 داهيه ان مت على غير الاسلام. اي بني ادم هيموت في العالم على غير الاسلام في جهنم وبئس المصير. هذه عقيدتنا التي نفتخر بها ونوقن بها ونصدق ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هتطلعوا بكره تقولوا بتكفروا الناس؟ لا عادي خالص. عندي برضو ممكن ابعت لباسم سوسته تسجيل للبابا شنودة الراحل في الكنيسه وهو بيقول كده: اي مسيحي مش ارثوذكسي مش هيخش في الملكوت ومش هيخش الجنه. يعني البروتستانت والكاثوليك في النار مع المسلمين ومع اي ديانه ثانيه كمان، عشان بس نبقى فاهمين العقائد خط احمر ما فيهاش هزار. فانا اتمنى ان شاء الله ان اخونا الكريم الفاضل باسم سوسته يا ريت يعني ياخد بنصيحتي عشان احبك والله العظيم، وهشجع الناس تروح تتفرج عليك. بس حلقه مهمه تاني بأكرر: القساوسه وبصباحي وسامع عاشور وعيش. ابعد عن القضاء، انا عارف ان في بعض القضاء ما تقدرش تجيب رغم ان في مصايب يعني، انما انت هتخاف من القضاء. انما دول عادي، وانا عارف ان هم مش هيقضوك على فكره، هيضطروا غصب عنهم. هتقول لهم ما تحرجونيش قدام بقى الشيوخ وقدام رئيس الجمهوريه، ده انا بهدلتهم وقعدت اتريق عليهم وقعدت على الارض وطلعت حاجات كده انا مش قادر اقول على الشاشه، وعملت حاجات بايدي وبتاع، وثق تماما ولا شيخ من دول على حسب ما بلغت عنده استعداد ان يتنزل الى هذا المستوى الهابط وهيروح مثلا يقول لك قضيه ولا حاجه. لا خالص والله العظيم. في اله يوم القيامه بيننا وبينكم في هذا الموضوع فقط. وانا هطلب كده، هقول لربنا يا رب انا ممكن اسامحه انه عمل على مشايخ كده في حقي انا على الاقل، بس انا مش مسامحه انه ما عملش على القساوسه ولا النخبه الفاشله كده، انما اشتغل على الاسلاميين بس. عشان اقول لكم فكرته اللي هو جاي عشانها، واللي امكانيات اون تي في ما سمحتش ان الفكره تطلع بهذا الابهار للناس، لان اون تي في مش متشافه عند كتير من الناس زي سي بي سي يعني. الضيوف وصلوا يا جماعه؟ الضيوف وصلوا. طبعا انا تويتات مجتهد ابو ظبي كانت لازم النهارده اكون معاكم فيها. بيقول